انا ما بعترفش بحاجه اسمها صحاب او صداقه. ايه ازيكم يا وحوش؟ فكره الفيديو النهارده هتكلم فيه شويه، معلش اعذروني، ليا كام فيديو بتكلم بس مش بنعمل تحديات ولا اي حاجه. بس ان شاء الله الفتره الجايه او ان شاء الله بعد الفيديو ده ان شاء الله هرجع واعمل تحديات واعمل رياكت واعمل حاجات كتير. اول حاجه كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الضحيه. ان شاء الله السنه الجايه كلنا مع بعضنا على جبل عرفات. اول حاجه حابب بس اتكلم في موضوع صغير يخصني ويخص ناس تانية. ازاي يخصني ويخص ناس تانية؟ اول حاجه خلينا باللي يخص الناس حاجه تانية. الفيديو ده بتكلم عن تريبلز او زياد بمعنى صح. الفيديو انا كمتابع هروح هقول لكم رايي. الناس انا دي متابعها وبتفرج عليها وهكذا. وانا والله بتكلم في الموضوع ده مش عشان هو ترند ولسه حاصل والكلام ده، لا والله انا بتكلم كمتابع بيتفرج عليهم وبيحبهم وكان نفسي اشتغل معاهم. بس اختلف الموضوع، اختلف ازاي؟ انا دلوقتي حابب اشتغل مع زياد، بس هتقول لي ليه؟ اقول لك يا باشا انا شفت الثلاث فيديوهات. فيديو زياد بيقول اللي حصل، والتريبلز بيعملوا نفسهم ما حصلش حاجه وبيتعاملوا بالراحه وبتاع، وعلى اساس ان مفيش حاجه قالوا ومفيش مشكله. والفيديو الثالث وزياد بيرد عليهم. وانا برضو مش بتكلم على اساس ان انا الثلاث فيديوهات دول بس اللي شفتهم، لا انا شايف ان في ناس طلعت عملت فيديوهات، نزلت فيديوهات ستوري ونزلت فيديوهات ريل ان قالوا ان زياد عنده حق. والصراحة أنا من بدري أنا بتابعهم وبحب زياد أكتر واحد فيهم. زياد دمه خفيف، محترم، بيهزر، ما افتكرش إن كان ممكن يجي يوم من الأيام هو اللي يبقى غلطان. سبحان الله يعني. وادي جه الموقف وزياد هو الراجل اللي مغلطينه، مش غلطان، هم اللي غلطانين. وأنا في الفيديو ده مش بغلطهم، بس أنا بقول رأيي كمتابع، متابع بعد كده كيوتيوبر. وأنا نفسي أشتغل مع زياد الصراحة. وأنا بوجه رسالة من الفيديو ده يا عم زياد، انا نفسي اشتغل معاك واسمع مني، جربني كصديق قبل شغل. قسما بالله هتكسبني وهتلاقيني صديق واقف معاك. حابب بس اقول مقولة صغيرة ملهاش دعوة باللي انا بقوله. انا ما بعترفش بحاجة اسمها صحاب او صداقة. ما بفهمش الكلمة دي او ملهاش معنى بالنسبة لي، ملهاش معنى. هتقول لي ازاي يا عم؟ انت بتقول لي دلوقتي زياد صاحبك وبتاع، حلو. من اللي حصل معاي وحصل مع زياد يثبت لك كلامي. مبدأ الصحاب ده انا مش مقتنع بيه. ما فيش حاجة اسمها صحاب، ما فيش حاجة اسمها صحاب. لكن في حاجة اسمها أخوة، في حاجة إن أنا بحبك، في حاجة إن أنا شغال معاك. لكن صحاب دي أنا مش مقتنع بيها باللي أنا شفته وهكذا. الفيديو ده أنا مش بلجح على حد ولا بهين حد ولا أي حاجة، بس أنا حصل معايا مشكلة صغيرة. أنتوا مش واخدين بالكم إن أنا ليا فترة بصور لوحدي وبتكلم، مش كان في حد بيظهر معاي. أنا مش هتكلم ولا أجيب سيرته عشان ما يقولش إن أنا بجيب سيرته وقاصد أجيب سيرته ولا أسوء سمعته قدام الناس، لا لا خالص والله. بس اللي حصل معايا ومعاه موضوع ما يستاهلش ان احنا ما نصورش، كل واحد يصور لوحده. يعني موضوع عبيط، بس هو مقتنع بحاجه، شايف ان هو كده تمام، فتمام عادي، الله يصلح حاله وربنا يكرمه وبتاع، وشايف ان هو كده تمام. وانا برضو يعني بحاول اهني واحده واحده اتاقلم على ان انا بقيت بصور لوحدي. وادي واحده واحده هنا بنقول يا مسهل وافكار الفيديو. ما المشكله فيديوهات الفيديو لما بقيت اصور لوحدي اختلفت شويه عشان لوحدي، فانا معظم الفيديوهات بتاعتي بتعتمد على ناس. اما موضوع زياد، طبعا نفسي ان انا اشتغل معاه طبعا، او اشتغل، كان نفسي اشتغل معاهم، وكان الاغلبيه ان انا اشتغل مع زياد اكتر. بس ادي زياد فتح قناه لوحده، وحط اللينك بتاع الصفحه بتاعته قاعده عندي. وانا بوجه لك يا عم زياد، انا نفسي اشتغل معاك وابقى صديق، مش كمان اشتغل معاك بس ابقى صديق لي. وجربني وحياه ربنا ما هتخسر، وحياه ربنا ما هتندم ان انت عندك صديق اسمه شريف عمر. وفيما بعد ان شاء الله لو ربنا كرمنا واشتغلنا مع بعض هتحس بكلامي وهتجرب كلامي، هتقول فعلا. انا مش بقول لك كده ثقه ولا خلي بالك مش هتلاقي زيي، لا. او العلاقه اللي انا دخلتها مع حد ما حدش مكمل زينا، دايما انا اللي اكمل هم اللي يمشوا. ده هترجع لهم هم، ربنا يصلح حالهم. بس تمام. اعذروني ان شاء الله، يعني بتكلم ان شاء الله يعتبر ده من اخر الفيديو اللي بتكلم فيه. هتكلم فيديوهات تاني بس هيبقى كلام كويس، وان شاء الله ابدا ارجع اصور فيديوهات تاني ونعمل تحديات كل حاجه. برضو عايز اقول لكم ليه برضه مش مقتنع بحاجه اسمها صحاب. I have a friend. لان زي ما انتم بتقولوا الصحاب بيستحملوا ايا يكن كانت الاسباب. ما دام انا مستحملك وصديق وعارفك وعارف كل الحاجات دي خلاص، لكن العيب عندك انت.
انت اللي مش مستحمل ولا عارف تقدر. حط تحتها مليون خط. ومعنى الصحاب هم فاهمينها ازاي، او يمكن انا فاهمها ازاي، او انا فهمتها منيهم ازاي. بتقول ايه؟ كلمة صديق بالنسبة لهم يعني هقعد معاك شوية، اتكلم معاك شوية وبتاع، بعد كده اول ما تجيلي فرصة هبيعك، مش هستنى دقيقة، لكن اقعد معاك تاني لا. هم فاكرين كده صاحب وتمام، لكن ولا اصبر عليك ولا استحملك في التقيلة ولا الصعبة ولا السهلة، ولا اقبلك على عيبك، ولا كان حصل مشكلة صغيرة ولا كبيرة استحملها او اوقف معاك. مفيش الكلام ده. انا مش مقتنع، محدش هيقدر يقنعني ان في حاجة اسمها صاحب. لحد دلوقتي، انا قلت في فيديو بتاع عيد ميلادي، انا لحد دلوقتي 20 سنة ما لقيتش الصاحب اللي يكمل معي او احس ان هو صديق ليه. كله بيجامل، كله بيقول لك ليه يا عم ومش عارف ايه، ده انا ما صاحبك وبتاع، كلمتين بعد كده بيروحوا لطريقه، بعد كده لكن مفيش الكلام ده. مفيش حد بيكمل معاك او يقول لك واحد اتنين تلاته او يسأل عليك او كل ده انا مش معترف بيه، او هم مش مصدقينه او مش بيعملوا بيه. فعشان كده انا مش مقتنع بحاجه اسمها صحاب. مهما حد طلع يقول لي ولا اصل انت ولا مش حاجه، انا مش مقتنع ولا حد يقدر يقنعني ان في حاجه اسمها صحاب. عشان اقولها لك، انا مش مقتنع بحاجه اسمها صحاب. انا بصور الفيديو ده بسببين. اول سبب عشان انا مقتنع ان مفيش حاجه اسمها صحاب. مش مقتنع بحاجه اسمها مفيش صحاب. ده اول حاجه. باللي حصل معاي واللي شايفه ما حصل مع زياد برضو، ادي هم ليهم اكتر من 9 سنين بيصوروا وربنا كرمهم وبيجوا مشهورين. حصل اللي حصل وباعوه او سابوه او حصلت المشكله. انا كان معايا صديق وكذا صديق، والله مش واحد بس، في منهم 2. واحد اكتر من 15 سنه وواحد 15 سنه، او يمكن 2 في نفس البعد او في نفس المسافه. واحد منهم ضحك علي واداني حاجه بسعر اغلى من ثمنها بمليون مره، يضحك عليا يعني عشان ياخد رغم ان انا صديقك من ايام الابتدائي والحضانه كمان. ضحك عليا في مبلغ عشان يعلم عليا في مبلغ، وطريقه معاملته معايا من بعيد لبعيد، فين وفين او وقت المصلحه بس. اما الصديق الثاني هو من بدري، بس نحن اللي جمعنا التصوير وقعدنا اكتر من 5 سنين بنصور. بس هو لسه صديقي بس بره التصوير، في التصوير انا ما عرفكاش، ودي حاجه ما تزعلنيش، بالعكس عادي. هو شايف ان هو كده تمام خلاص عادي، وانا هنا بحاول اصور واحده واحده يعني، وان شاء الله ربنا هيكرمني وان شاء الله ربنا هيكرمه. محدش عارف يعني، ربنا مخبيه يعني. بس السبب الثاني وان هو هقول ان انا في شله التريبلز كنت بحب زياد اكتر واحد، وما زلت لحد دلوقتي بحبه اكتر واحد، ونفسي اشتغل معاه ويجربني كصديق وشغل، يعني شغل وصديق والله ما هيندم. وانا في العموم حتى في الفيديو ده رساله للناس بتتفرج، انا عارف ان معظمها مش بتهتم يعني، غير ايه للحاجه اللي هم مش على مزاجك. لو جربت نفسك كصديق والله العظيم ما هتندم، والله ما هتندم. احلف بايه؟ احلف حاسب العمليين وحاسب العمليين وحاسب العمليين، ولا المأوى بقى ده اهو ولا بمأوى معاك ولا ده يتحدد هم على طول يعني. بس ده كان فيديو، معلش لو كان طولت او الفيديو كان صغير، بس كنت نفسي اوصل رساله، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتبين لكم ان شاء الله انا اعمل حاجات حلوه وكويسه. اهم حاجه ما تنساش دعمك ليا بعد اذنك. عايز اروح اصور مع زياد، عايزين نوصل لحته حلوه مع بعضينا. لايك سبسكرايب، انتظروني الفيديو الجاي. سلام. يعني جرح عادي. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحب دراعي وعم قرش. سلام يا صاحبي.